طبعا لما بنيجي نبص على منتجات ابل كلها فيها احساس التفرد واحساس التميز، ان انت دايما مختلف، ان انت من طبقه الصفوه، ان انت مش زي اي حد، انت دايما سابق، انت دايما مختلف، انت دايما مميز، انت دايما ذكي بطريقه مختلفه، انت من الصفوه. دايما كل اعلانات ابل، ومش بس كل اعلانات ابل، حتى الطريقه اللي بيستهدفوا بيها الجمهور، تلاقي ان هم مش بيعملوا اعلانات ضخمه زي بقيه الناس وبيستهدفوا كل الناس، لان هم بيقولوا معنى ان الاعلان اصلا يظهر لك فده معناه ان انت بالتالي من الصفوه. فهم بالنسبه لهم وهم بيعملوا الموضوع ده كله هو بيعزز عندك احساس مهم جدا موجود عند كل البشر، احساس ان انا مختلف، احساس ان انا مميز، احساس ان انا عملت اللي ما يتعملش. فالاحساس ده كله البشر كلهم بيدوروا عليه، وبما انهم كلهم بيدوروا عليه فده بيحسسهم ان هم مختلفين، وبالتالي حتى الاختلاف برضو جزء منه ليه علاقه بغلو السعر نفسه بتاع الخدمه او المنتج اللي هم بيقدموه. فعشان كده هم كلهم بيلعبوا على حته التميز والتفرد والاختلاف والقمه، ان انت في اعلى او انت من اعلى الشرائح اللي موجوده في البشر، حتى لو كانت خدمتهم او منتجهم شيء عالي، ولكن هم لما عززوا الاحساس ده عند الناس فخلى عندهم منتمين كتير جدا عايزين ان هم يشتروا المنتج بتاعهم عشان الاحساس اللي من ورا الموضوع ده. افتكروا الجمله اللي قلناها في الاول خالص: البشر يتبعون مشاعرهم ثم يبحثون عن منطق لتبرير هذا الشعور.